هتجيب معاك نتيجه امتى؟ بعد باذن الله اول 3 شهور كل شهر. انا بصراحه ده اللي انا خدته. كل شهر كانت بتطولني سنتي. قلت لكم بتتاخد امتى؟ زي ما قلت لكم قبل ما تنام على طول. بتتاخد فين؟ في دراعاتك الاثنين، من هنا ومن هنا، في بطنك الاربع نواحي اللي حوالين الدايره اللي في النص، وفي ركبتك في الفخذه من فوق كده، فاهمني؟ في من فوق برضه بتنزلها كله عمودي، كله عمودي، حتى في بطنك بتعملها كده. بعد اسئله كتيره منكم في الفيديو اللي فات، كذا واحد سالني ازاي طول، ادينا الطريقه بالله عليك وبتاع، وفي معاناه كتير قوي. فباذن الله في الفيديو دوت ساعرفكم كيف تطولون. ايه تطولون دي؟ ازاي تطولوا؟ خلاص يا موضوع بسيط. ايه اللي مش فاهم كام باللغه العربيه؟ ركزوا معايا يا شباب كويس جدا. وبالمناسبه لو انت حابب تخش في الفيديو على طول في طريقه العلاج على طول، عشان انا في الفيديو اللي فات كنت بعرفكم كاس التنمري وازاي طولت، وفكوا من كلام العقله والتمارين والفيتامينات والكلام ده، كل دوت حاجات اللي هو ايه هتحسن صحتك، لكن لا فيها لا علاقه بالطول ولا بالكلام دوت. تمام، خلينا عارفين حاجه زي كده. بالمناسبه وانتوا في مرحله العلاج، اي حد يقول لكم يا جدعان ما فيش منه الكلام دوت، العلاج ده هبد، ما اعرفش، عشان الكلام ده كان بيتقال لي ساعه ما كنت باخد العلاج. كل دول كلهم برضو زراطين. فيعني انا بس حبيت اعرفكم في حاجات مهمه جدا لازم اقولها قبل خطوات العلاج، لازم اقولها. فانت اصلا الموضوع اصلا انت محتاجه، يعني انت فعلا محتاج كل كلمه فيه تسمعها، فيا ريت تسمع الفيديو كله للاخر. اول حاجه كده عايز اقولها، هل الطول اصلا مهم؟ الواحد يبقى قصير طويل، يعني خدنا ايه في الاخر؟ لا بص يا جماعه، انا كواحد زي دلوقتي مثلا، انا دلوقتي مثلا واحد دلوقتي مثلا بحب العب كوره وما اعرفش ايه وبتاع، والكوره دي عندي شغف كبير قوي، مش شغف بس، يعني بالنسبه لي انا فعلا حلم حياتي ان انا بلعب كوره، وانا فاهم الحمد لله بلعب كوره كويس. بس المشكله دلوقتي ان انا قصير، يعني انا كنت قصير وكده، وكنت كل ما اروح نادي كنت حرفيا بقى يعني بجيب العيال في شوال حرفيا. بس المشكله ان انا كنت قصير قوي، يعني اللي هو انت اي حد هيشوفني داخل الملعب ممكن يضحك، وانتوا داخلين تلعبوا عيل في 2015 او 2017. ده كنت انا بصراحه محتاجه. ممكن واحد مثلا اداني كتف بالسلامه هطير فيه، انت فاهمني؟ فانا كنت محتاج الطول عشان الحوار دوت. في ناس تانية بتحتاج طول عشان اغراض تانية، يعني كل واحد والاسباب بتاعته. فالطول مهم، الطول مهم. وبالمناسبه انا مش طويل، يعتبر انا في المتوسط الافريج بتاع الشباب، يعني انا مش طويل، يعني انا مش بديكوا شرح ازاي طولت بقيت اطول مخلوق في العالم، لا انا اللي هو بس كنت قصير جامد وبقيت في الافريج يعتبر، فاهمني؟ فانت ديت حاجه هتخليك حتى قدام زمالك كده تبقى زيك زيهم كده، مش تحس ان انت في حاجه ناقصك عنهم وكده. يعني نخش بقى للبنات. هل الطول بالنسبه لك مهم؟ طبعا وقولا واحدا بنسبه 90%. لا، بنات كتيرة متوقعة ان هي لو هي اقل من 150 او لو هي مش قد 150 فهي كده قصيرة، او هي كده مش حلوة. لا مفيش منه الكلام ده. احنا اصلا انت اصلا كبنت اصلا المفروض اصلا ما تشغليش بالك بالحوار ده. حوار الطول بالبنات اصلا مالوش يعني طبعا ما حدش بيركز فيه اساسا، يعني التركيز كله في الطول بيبقى على الولاد مش البنات مش فارقة معاها اصلا. غير كده البنت لو كل ما بتبقى قصيرة كل ما بتبقى احلى، ده اللي انا شايفه يعني. فخليكي عارفة حاجة زي كده، الطول بالنسبة لك مش عيب لا خالص. العلاج يا معلم هو من الاخر كده، العلاج عبارة عن حقن. عبارة عن ايه؟ حقن. حقن بقى وهتدمر جسمي وما اعرفش ايه يا عم انت هتشتغلنا؟ لا يا عم انا هعرفك دلوقتي، بس اهدى عليا، انا ما اعرفش يمكن انا اللي برد على نفسي ولا ايه. المهم الحقن دي مش انا بس اللي خدتها، ولا في ناس كتير خدها، ميسي نفسه اخدها. يعني ميسي لو ما تعرفوش قصة ميسي وكده، فهو ميسي اصلا كان بيعاني من حوار القصر، بس هو خدها في سن بدري شويه، كان عنده 14 سنه وكان اقصر واحد في سنه، فهو خدها من بدري شويه. فهي باختصار عباره عن حقن. هقول لكم بقى الحقن دي عباره عن ايه وتاخدوها ازاي واحده واحده، هكمل معايا الفيديو تمام. طب هي غاليه مش غاليه؟ ببلاش، وهعرفك ازاي تاخدها ببلاش، بس اهدى بقى عليا بقى دلوقتي عشان اعرف اكمل الفيديو. تمام يا معلم، دلوقتي الحقن دي بتحطها في دراعك في بطنك وهكذا، يعني تمام. يعني ما تستوعبش من بطنك، هتحطها في بطنك تمام. يعني بس هعرفكم دلوقتي، يعني خدوا لي بس في الكلام تمام. فالحقن دي كنت هتاخدها في اي مكان عموما، يعني المهم هعرفكم برضه الاماكن اللي بتتحط في الحقن دي. بس صدقني طول ما انت مع ربنا يسهل لك انك تعرف تجيبها ويسهل لك الطريق وكل حاجه. فبجد لازم تدعي ربنا كل يوم، وتدعي ان قلبك كل يوم، عشان يعني الايام تعدي بسرعه. وصدقني انت تكون مع ربنا اكتر، كل ما انت المفعول ممكن يبقى اسرع معاك، يعني ممكن تطول اكتر مني بكتير في وقت اقل، فاهمني؟ فانت طول ما انت مع ربنا هيكفيك. طبعا انا للاسف يعني كان معايا الحقن دي للاسف، وطبعا اترمت وكده، ان انا طبعا مش استخدمها وكده فاترمت. الحقن دي زي ما موضح لكم في الصوره، دي واحده
معاها قلم ومعاها خرطوشه. ايه الخرطوشه دي؟ بتبقى عباره زي امبول كده، تمام؟ دي اللي بتبقى جواها ايه؟ بتبقى جواها المكونات بتاعت اللي هتخش في جسمك، اللي هي في الحقن. القلم دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن انت اول ما بتفتح الغطا كده بتحط الخرطوشه. هي طبعا الكلام طبعا الدكتور هيعرفه لك، تمام؟ وهعرفكم ازاي تاخدوها، بس خدوني في الكلام. انت لما بتحط الخرطوشه ديت في القلم، وبعد الخرطوشه ما بتحطها في القلم بتحط السن. لازم تشتري سن. السن ده بتشتريه من اي صيدليه عادي. هو بتقول له بس انا عايز سن حقنه. السن دوت كنت انا بشتريه ب 5 جنيه ولا ايه، مش عارف يعني. كان ده من حي سنه يعني، ممكن تلاقيها مثلا 5 جنيه برضه دلوقتي، مش لا زاد. بعد ما بتحط بقى السن دوت، طبعا الدكتور بيبقى قايل لك في الكراسه، تمام؟ هعرفكم ازاي. خدني بس في الكلام. في الكراسه بيبقى قايل لك تاخد منها قد ايه، وتاخد منها مقدارها قد ايه، والكلام ده. من الاخر كده عباره عن ايه؟ عباره عن حقن، وبتبقى في قلم والكلام ده. اعمل ايه يا علي عشان اقدر اجيب الحقن؟ واعمل ايه عشان اقدر اعرف الحقن دي ازاي تستخدم بالظبط، وازاي واوصل للدكتور ده ازاي؟ بص يا معلم، دلوقتي يا معلم اصلا الحقنه ديت ببلاش ولا بفلوس. الحقن ديت اصلا في الحقيقه جايه من امريكا، يعني مش احنا اللي مصدرينها، لا ده هي متصدره من امريكا وجايه لنا لحد هنا، تمام؟ فالحقنه دي اصلا غاليه. يعني انت لو عرفت قصه ميسي هتلاقي ان هو النادي اللي هو كان بيلعب فيه زمان من قبل ما يروح برشلونه، النادي ما قدرش يتكفل بمصاريف الحقن دي. الحقن دي غاليه جدا. الحقنه الواحده، الخرطوشه الواحده عامله 1000 جنيه، والخرطوشه ديت بتخلص في 6 ايام. يعني انت كل مره ده، انا عن نفسي انا خدتها كنت بخلصها في 6 ايام. يعني الدكتور كان كاتب لي على 2 مللي، وهي عباره عن 12 مللي او 11 مللي، فانا كنت باخدها في 6 ايام، وانا كنت باخد 5 منها. ف6 في 5 30 يوم، فانا كنت كل شهر بروح اجيب منهم 5، كل شهر اروح اجيب منهم 5. يعني انت ده بعد ما بتخلص طول بتروح تجيب منهم، كل شهر تروح تجيب منهم واحده. ممكن شهر، ممكن مره كده يدوك بمقام 3 شهور، يدوك مره واحده عشان تروح ما تقعدش تروح لهم كل شويه. فانت بعد ما تخلص 3 شهور تروح لهم تاني، وهكذا. زي ما قلت لكم الحقن دي غاليه جدا. قلت لكم الخطوه واحده ب 1000 جنيه. فانا بعرف دلوقتي بقى ازاي دلوقتي تاخدوها من التامين الصحي، تاخدوها ببلاش. من الاخر كده يا معلم، هتروح اي مركز طبي عندك، تمام؟ اي مركز. وبعد ما تروح المركز دوت تقول لهم لو سمحت انا دلوقتي عندي خلل في النمو بتاعه وعايز اطول والكلام ده. هيقول لك تمام يا معلم، اعمل لي تحليلين، تحليل غده درقيه وتحليل تاني كده، ما اعرفش والله كان تحليل ايه، بس المهم هو هيقول لك اعمل لي التحليلين دول. وبعد ما تعمل التحليلين يا معلم، التحليلين دول مهمين جدا، واوعوا يضيعوا منك، لان هم لما ضاعوا مني دخت وبتاع عشان اقدر اجيبهم، اقدر اعملهم تاني بعد كده يعني. فيفضل يعني تحافظ على ورقك. يعني بعد ما تعمل تحليلين لازم تشتري كراسه فيها اسمها الكراسه بتاعت التامين الصحي دي، اللي هو كراسه الاطفال دي. ممكن اوريها لكم على الشاشه. وبتجيب كارنيه دوت بتقدر تستلمه من المدرسه. هما بتوع المدرسه بيسلموك الكارنيه دوت. اي لو انت في مدرسه ولا طالب ولا بتاع، بيقول لهم انا سمعت انا عايز كارنيه تامين الصحي، قول لهم كده عايز كارنيه تامين صحي. بتحط فيه صورتك، يعني ممكن تصور صوره 4 في 6 وتكتب فيه اسمك وما اعرفش ايه وبتاع والكلام ده، تمام؟ فالكارنيه ده مهم جدا جدا جدا. فكارنيه تاني، كارنيه والكراسه، وتروح للمركز الطبي تقول لهم انا عايز اعمل عايز عندي خلل في الهرمون النمو، فانا عايز اطول. فيقول لك اعملي تحليل غده درقيه وغده تانية كده، والله ما فاكر كده عباره عن ايه التحليل التاني ده. المهم بعد ما تعمل التحليل دول يا معلم، والراجل بتاع التحاليل اللي في معمل التحاليل يديك النتيجه، هتروح لنفس المركز تقول له يا معلم انا عملت التحاليل. هيقول لك بس يا معلم بقى اطلع لي على مستشفى. هو هيكتب لك كده وهيديك الاذن ان انت تطلع على المستشفى. طبعا احنا في حالاتنا في مصر هنا، المستشفى اللي انا اتعاملت معاها اللي هم قالوا لي اطلع عليها وكتبوا لي الاذن في الكراسه، مستشفى اسمها اطفال مصر. المستشفى ديت موجوده في السيده زينب. تركب من السيده زينب، بتركب حته اسمها ابو الريش كده، سوزوكي كده، بيوديك لحد المستشفى بالظبط، اسمها اطفال مصر. بتروح المستشفى ديت يا معلم وتقول لهم والله انا عايز عندي خلل في الغده في هرمون النمو وعايز اطول وكده، ودول تحاليل انا عملتهم والكلام ده. حلو تمام يا معلم. في دكتوره استشاريه، هي استشاريه، تمام؟ هتقول لك اعمل لي تحليلين، بس مش هتقول لك اعمل تحليلين على طول، لا هتقول لك اول حاجه اعملي تحليل واحد اسمه تحليل اقراص. التحليل الاقراص دوت هي قالت لي هتروح تعمله في المعادي. فخدت قلت لها تمام. طبعا ادتني الاذن ان انا اقدر اروح اعمل التحليل دوت، بس طبعا مش بتروح وتقول لهم لو سمحت انا خدت الاذن من هناك، لا انت بتقدم عن طريق النت. انت بتقدم عن طريق النت ورقه كده بتقدمها عن طريق النت ان انت عايز. طبعا انت تقول لها ازاي اقدم عن طريق النت والكلام دوت، يعني تمام، عشان يوصل لهم هناك ان انت حاجز، فاهمني؟ هما طبعا بيرنوا عليك بعدها
30 يوم كده و15 يوم بيتصلوا عليك على رقمك اللي انت اديته مع الدكتوره عشان هي تحجز لك. بيرن عليك استاذ علي، يرن عليك باسمك وبتاع. ايوه يا معلم، تمام، انت دلوقتي كنت حاجز معانا في المعادي في معمل البرج ولا كده؟ تمام يا معلم، ايوه كنت عايز اعمل تحليل الاقراص. تمام ماشي. بيدوك قرص وبتاع، بيفضلوا يسحبوا منك عينات دم للصبح. لازم يكون ولي امرك معاك في اليوم ده، مش لازم بقيه الايام. انا نفسي رحت كل المشاهد دي كلها لوحدي، ابويا وامي ما كانوش معايا. بس في حاله لما خدت تحليل الاقراص ديت اللي الدكتوره كتبت لي عليها لما كنت في مستشفى اطفال مصر، تمام، قالوا لي لازم يكون ولي امر، لازم يكون معاك. ليه؟ عشان انت لما تعمل تحليل الاقراص دوت هيسحبوا منك عينات للصبح حرفيا. كل 5 دقايق يجيبوك عينه 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 عينه، فهيغمى عليك مش هيغمى عليك، يعني لو هتتعب هتنام، هتلاقي نفسك نمت. فممكن ابوك ولا حاجه ولا مامتك، فممكن الوالد او الوالده يروح مثلا يجيب لك عصير ولا ما اعرفش ايه وبتاع عشان يرفع لك الهيموجلوبين في الدم، فاهمني؟ لان انت هتكون حرفيا غايب عن الوعي شويه. ما فيش 5 دقايق هتلاقي نفسك فوت وبتاع، وطبعا هتلاقي ابوك بقى طبعا هيشربك حاجه ولا بتاع وكده. وبعدها خلاص تاخد التحليل ده وتطلع لهم على المستشفى تاني، يبقى ده باسبوع كده تروح لهم، اسبوع بالظبط، وتروح لهم المستشفى تقول لهم انا عملت التحليل. هيقول لك يا معلم تمام، نتيجه تحليل مثلا كذا ولا كذا، هيعرفوك الدنيا. بعدها يقول لك اعمل تحليل بقى انسولين. هتقول لهم تمام، هتروح لنفس المعمل تاني، نفس المعمل اللي هو بتاع البرج اللي هو في المعادي دوت اللي انا رحته. تمام. انا بعرفكم الخطوات عشان يعني هو ممكن يقول لك مثلا مكان مختلف ولا بتاع، بس انا عموما انا عرفتكم اللي انا جربته. تروح لنفس المعمل دوت وتقول له مثلا انا عايز اعمل تحليل انسولين، تمام، هيفضلوا برضه يسحبوا منك عينات للصبح والكلام ده. المهم في الاخر بعد ما تخلص المعامل التحاليل دي والدنيا دي كلها، هيقول لك تمام يا معلم، تبقى لازم بقى حافظ ورقك التحاليل كلها اللي معاك، تحاليل راس، تحاليل الانسولين، تحليل الغده الدرقيه اللي كان في المركز الاول، التحليل الثاني اللي كان معاه، الكراسه والكارنيه. كل دول لازم يكونوا مهمين، يعني لازم يكونوا معاك. وطبعا مش هوصيك بطاقتك، شهاده ميلادك، صوره من بطاقه الاب والام، الحاجات دي لازم تكون معاك عشان هم هياخدوا منها كده صوره. بعدها هتروح بقى لمستشفى اطفال مصر دي تاني، وهيدوا لك تمام يا معلم خلاص، يعرضوك بقى على الاستشاري. هيوديك جوه الاوضه بتاعت الاستشاري. الاستشاري يقول لك تمام، هيبص على ورقك. تمام يا معلم، خش لي على الاوضه ديت. هيعملوا حاجه اسمها اشعه على عمر العظم. اشعه على عمر العظم بجهاز كده هيعرفوا العمر العظم بتاعك عنده كام سنه. بمناسبتي انا كان عندي 16 سنه في اليوم دوت، كان عندي 16 سنه في ساعتها، كنت لسه قصير. واشعه العمر كان عمر العظم بتاعي 11 سنه، يعني انا كان جسم واحد عنده 11 سنه مش 16، يعني انت متخيل؟ عمل لي اشعه على عمر العظم. بعدها بتروح بقى تاني للدكتور اللي هو الاستشاري دوت، ويقول لك بقى بقى نونس. بعدها يا معلم ترجع للاستشاري دوت وبتوريه الاشعه والتحاليل وكل حاجه. بعدها يا معلم بيبدا يوري الورق بتاع دوت لواحده كده شغاله معاهم، عامله ولا حاجه كده ولا ممرضه. المهم دي بتقول لك ايه يا معلم، الكوتش بتاعك بتبدا تقيس وزنك، بتبدا توزنك وبتقيس طولك. تمام، طولك كذا، وزنك كذا، بتكتب كل ده كام ده في ورقه. الورقه دي لازم تبقى مهمه جدا معاك. وبعد ما تاخد الورقه ديت بتطلع على الصيدليه، بتروح للصيدليه تقول لهم لو سمحت دلوقتي طبعا الدكتور بيبقى كاتب لك في الورقه تاخد كام ملي من القلم. طبعا انت هتروح طبعا للصيدليه وتقول لهم سمحت انا عايز اخد الحقن. هي تبقى عباره عن حقن، تمام، عايز اخد الحقن. بيديك خرطوشه زي ما قلت لكم اسمها امبول، بس هي اسمها خرطوشه، تمام. بيصرف لك اول حاجه، هتديك 5 علب، هي هتديك 5 علب، تمام. بتاخدهم لازم تديك القلم، لازم هي هتبقى كده في علبه كده بيضه كده، وبتفتحها بتديك القلم، تمام. فهي لازم تديك القلم ده كويس جدا، اهم حاجه تتاكد من الحاجه. وبتديك العلب وبتاخد بعضك وتروح. وطبعا بتشتري سن وتعرف تركبها. طبعا هي تعرفك ازاي طبعا تركبها، اللي هي بتاعت الصيدليه ديت. اقول لها انا اول مره وكده وعايز اعرف ازاي بركب البتاع دي، عشان هي جت قالت لي هتفتح الغطا كده وبتاع. وطبعا انت مره على اول مره تتعلم، تاني مره خلاص بقى تبدا تعرف وبتاع، تمام. هل الكلام ده كله اللي انا حكيته ده كله اللي هو هتروح المركز الطبي وتعمل التحليلين، بعد كده تروح المستشفى اطفال مصر بعد ما هم يدوك الاذن، هتروح مستشفى اطفال مصر وبعدها تعمل التحاليل اللي هي الاقراص والانسولين وتحجز على النت، وبعدها تروح تعمل اشعه عمر العظم والشري. هل كل الكلام دوت هيحصل في يوم وليله؟ لا يا معلمه، هتطلع عين اهلك شويه. معلش بصراحه الموضوع خد مني حوالي 6 شهور،
يعني 6 شهور بقى عقبال ما هم رنوا عليا، وعقبال ما عقبال ما رحت، وعقبال ما دخت لفه حلوين كده في الايرادات، واخد وادفع مش عارف رسوم ايه، واخد اذن ايه، وادفع مش عارف ايه. لفيت لفه محترمه يعني. هو عموما الموضوع كله بيختصر في اللي انا قلته، مفيش حاجه تانية براه. بس طبعا انت عارف طبعا احنا طبعا في مصر، فلازم طبعا يطلع عين اهلك عشان تاخد علاج مجاني يعني. لو انت باذن ربنا كرمك بقى وخدت الحقن، تعمل ايه؟ تاخدها ازاي؟ اول حاجه بتعمل دراعك كده، وبتحط الحقنه عمودي، مش مايله زي ما احنا بناخد الحقن كده لو حد فينا تعبان. لا، بتحط الحقنه عمودي وانت ماسك بقى حاطها في القلم، بتحطها عمودي وما تنزلش عليها بالراحه ولا تنزل عليها جامد يعني. انجز فاهمني، لو تك كده خلاص. ما تخافش الموضوع يبقى بس يعني عشان اول مره فممكن تخاف، لكن ما تخش حد يديها لك. انت اللي تديها لنفسك، انت اللي تاخد الحقنه بنفسك. هتعمل واحده هنا كده وواحده هنا كده، يعني كل يوم تبدل، مره هنا ومره هنا، ومره في نص بطنك من هنا كده. عارف اللي هي الدايره اللي في نص بطنك دي، ما اعرفش بيسموها ايه، نسيت. هتحط من جنبها كده بحوالي 10 سم او 5 سم كده، ومن فوقيها ومن جنبها ومن تحتها. كل ده بحاجه بسيطه يعني من جنبها بحاجه بسيطه 5 سم 5 سم 5 كده. مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا، يبقى دي 4 مرات. ومره هنا ومره هنا ومره على ركبتك. تمام، ممكن اشرح لك. تعمل كده، بص كده، هنا في ركبتك هنا كده، وهنا برضه. مش في ركبتك، في العظمه، لا، فوق، هنا وهنا. تمام يا معلم. بس يعني ده الفيديو باختصار. لازم بقى يا اسطى كل يوم تاخد الحقنه دي، لازم كل يوم الحقنه دي تاخدها كل يوم. ما تفوتش يوم، كل يوم هتكسل فيه. عشان نسيت اقول لكم، الحقن دي بتاخدها امتى؟ بتاخدها قبل ما تنام على طول، لان هي بتعمل مفعول سحري ساعه النوم. ليه؟ انت من ساعه النوم بتكون نايم، فالجسم بيبدا يشتغل وقت النوم، بيبدا يفرز كل الهرمونات اللي انت شفتها. فانت لو خدتها في نص اليوم، الحقنه ولا هيبقى لها اي تاثير، لان انت هتكسر المواد بتاعتها عشان انت بتبقى شغال، بتبقى بتتحرك، بتبقى بتروح وبتيجي، فهيتكسر. فانت ساعه النوم جسمك ما بيتحركش حركه واحده، انت فاهمني؟ فتاخدها قبل النوم على طول. انا برضو بصراحه دي بتاع حاجات كتير بتجيلي، اللي هو بكسل وبتاع، لان هو بيجي وقت النوم، فلسه راح اخد حقنه وبتاع كده. نسيت لكم برضو حاجه، الحقنه ديت، الحقن والقلم بتحطوها في الثلاجه. انت مركز انا بقول ايه؟ في التلاجة. لازم تحط الحاجه دي في التلاجة علشان المفعول بتاعها ما يسحش من جوه كده. وبس كده يعني. ده الفيديو باختصار. قلت لكم بتتاخد امتى؟ زي ما قلت لكم قبل ما تنام على طول. بتتاخد فين؟ في دراعاتك الاثنين، من هنا ومن هنا، في بطنك الاربع نواحي اللي حوالين الدايره اللي في النص، وفي ركبتك في الفخده من فوق كده، فاهمني؟ في من فوق برضه بتنزلها كله عمودي، كله عمودي، حتى في بطنك بتعملها كده. الحقن دي بقى هتجيب معاك نتيجه امتى؟ بعد باذن الله اول 3 شهور. كل شهر انا بصراحه ده اللي انا خدته. كل شهر كانت بتطولني سنتي يعني. في ناس تانية ما شاء الله اكبر يعني، جيناتها عاليه، ممكن الموضوع يعمل معاها اكتر، فاهمني؟ فالحقنه ديت كانت بتطولني انا كل شهر سنتي، يعني كل 3 شهور 3 سنتي. ففي السنه كنت بطول، مش هقول لكم 12 سنتي بس، في السنه 10 سنتي، فاهمني؟ لان بصراحه كانت احيانا بتيجي عليا اوقات مرقعه، وكنت بنام وما باخدش الحقن وانسى للاسف يعني. تمام. هل ينفع طيب اخد الجرعه اللي الدكتور اداني ديت اخدها الضعف؟ يعني الدكتور دلوقتي كتب لي على 2 مللي القلم. طبعا انت بتسحب في علامه كده من فوق، بتشدها كده على 2 مللي بالظبط. لو زودت اكتر من كده وشغلت دماغي، قلت بقى انا هاخد 4 مللي، وبدل ما اطول في سنه 10 سم اطول 20، وفكرت هتشغل دماغك، هيحصل لك ضرر، ومش هتطول اللي انت عايزه في الاخر، وهتطول اللي انت في الاخر هتطوله اللي هم 10 سم بس، هيحصل لك اضرار لان انت خدت جرعه اكتر لا قدر الله، فاهمني؟ فانت ما تشغلش دماغك، امشي بالحرف. نسيت اقول حاجه. هل انت سواء ما بلغتش سواء بلغت، هل الموضوع هيأثر وانت اصلا ما بلغتش؟ هل الموضوع اسرع لو انت بلغت؟ هل مش هتطول بقى؟ والكلام اللي هو بتتجاهل، لو انت لو بلغت فخلاص كده العظمه قفلت ومش هتطول تاني، ولو ان شاء الله خدت الحقن الفلانيه مش هتعمل ايه؟ مفيش منه كل الهبد دوت. عادي يا باشا، انت بلغت ما بلغتش، الحقن باذن الله هتيجي معاك نتيجه ان شاء الله باذن الله. يفضل مع الحقن بعد ما تنام تصحى تحاول تجري يا اسطى، ما تفضلش قاعد مكانك مثبت، تحاول تجري. كل ما بتجري جسمك الدوره الدمويه بتشتغل، وطبعا انت في هرمونات دخلت جسمك بتشتغل اكتر، فاهمني؟ فتحاول تجري، حاول تلعب رياضه، فاهمني؟ الحاجات دي كلها هتديك محفز ان الحقن تعمل مفعول معاك اسرع واسرع، فاهمني؟
بس كده يا معلم، ده الفيديو باختصار. تقفل الفيديو مش عارف في ايه. والله انا مش عارف في ايه، في مال الموبايل. بس يا معلم ده الفيديو باختصار. عرفتك كل حاجة. بس اي خدمة. فكوا بقى من الكلام اللي هو بقى ايه، لما تفكوا من اي حد يقول لكم اوعى يا ابني تاخد الحقن دي، الحقن دي مضره، الحقن دي مش عارف ايه، كل ده هبد يا ابني. انا بقول لك انا مجرب، وميسي نفسه مجرب، واخدينها من ناشئين من امريكا. الحقن دي جايه من بره. لو عندكم اي اسئله لا قولوها، عايزين مثلا تعرفوا مكان التفصيل بالظبط، واحد مثلا جرب وخد الخطوه من النهارده وراح مثلا يجيب الكارنيه ما اعرفش مثلا وعطل على حاجه، يبعت لي في الكومنتات او يبعت لي على اللينكات التواصل اللي عندي في البايو. انت بقى اي دولة تانية بتسمعني بره مصر، ف نفس الخطوات اللي انا قلتها بالظبط تمام هتروح تعملها في الدولة بتاعتك، فاهمني؟ بس في اختلاف ان انا في مصر قلت اماكن معينة. يعني انا قلت مثلا المستشفى اللي هتروحها في الاخر اللي هم هيدوك الاذن منها هي مستشفى اطفال مصر، دي اللي فيها الحقن اصلا، وهي اللي فيها الصيدلية، وهي اللي فيها الاستشاري، وهي فيها كل حاجة. هي المستشفى اسمها كده تمام. انت نفس القصه هتلاقي برضه عندك مركز، هتروح المركز تقول لهم والله كذا كذا كذا، نفس الكلام اللي انا قلته بالملي تمام. زي ما قلت لكم لو انا قلت في النص وفي حاجه ما فهمتهاش ولا حاجه اكتب لي في الكومنتات تاني، اكتب لي في الكومنتات وانا هرد على كل الناس. بعت لي يا باشا على الواتساب، ابعت لي على عمودي برضه تفهمني، الانستجرام، التيك توك، اليوتيوب، ابعت لي حتى على الايميل هرد عليك على طول ما تقلقش يعني. بس كده يا رب اكون قدرت افيدكم. الحمد لله يعني الواحد فاكر الطول يعني الحمد لله. يا ريت بقى في الاخر بعد ما تدخل يعني ما تنساش بقى ايه تدعي لنا كده تمام. ولو في اي استفسارات معاكم ولا حاجه زي ما قلت لكم كلمونا انا هرد عليكم على طول. تاخد الخطوه بقى من امتى يا معلم؟ تاخدها من دلوقتي. بلاش يا عم، بلاش اقرا من بكره ان شاء الله الصبح تروح المركز، ولا تروح اسمه دوت، تروح المركز تقول لهم يا جماعه انا عايز كراسه، وتروح تشتري كراسه اللي هي بتاعت الصور دي اللي انا وريتها لكم على الشاشه، وتجيب الكارنيه من المدرسه طبعا يكون مختوم ويكون عليه صورتك كل حاجه تمام. لو فيديو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك. لو فيديو عجبكم ايه ده، انتوا الفيديو المفروض تعملوا لايكات للصبح ده. انا يا جدعان الواحد لافف وطالع من اهله واما سادته بقى يعني فاهم، يعني يعملوا لايك بقى يا جدعان بقى يعني الكلام ده يعني ما فيش حد والله كتير ناس تعرفه. اعملوا لايك كده عشان الناس الفيديو ينتشر لكل الناس. بجد انا عايز بجد نساعد اكبر عدد من الشباب فعلا ان هم فعلا يقدروا يوصلوا لحلمهم، لان والله الحاجات دي فعلا يعتبر تحقيق احلام. يعني الحاجات دي فعلا من الناس اللي تقول لك دي مستحيله وما اعرفش ايه، دي بتاعت ربنا. طبعا دي بتاعت ربنا وكل حاجه بتاعت ربنا، بس اللي هو ايه ناس بتبقى حاسه ان ده مستحيل وانه خلاص بقى وان انت خلاص ده مصيرك، مفيش منه الكلام ده. باذن الله الناس كلها باذن الله تتغير ان شاء الله باذن الله وتبقوا احسن باذن الله، ونبقى زي بعض كده. ولو بقيت اطول مني فبرضه ما تنساش تدعي لي تمام. وبس كده، سلام.